وهي مشاركة وحيدة من خلال منتخب الجزائر، حتى وهو يودع البطولة من الدور الأول مقنعة؟ والله بحد ذات مقنع صراحة. يعني مقنع مشاركة الجزائر. طبعا أنت عارف الجزائر يمكن مرت بظروف، يمكن متى ما تأهلت لكأس العالم. نعم. وهذا، ولكن المشاركة أعتقد أنها طيبة. وانت يعني وريم عبد الله الهلاليه الفنانه السعوديه موجوده في الاستوديو، وهي تؤكد دائما على انها هلاليه، وايضا تحب محمد دعية عميد لاعب العالم. شو تقول لها وهي موجوده في الاستوديو معنا اليوم؟ اول شيء احبها الله طبعا. اعتقد نفتخر انه ممثله كبيره زي ريم عبد الله انها تكون تشجع الهلال، وليس غريبا. يمكن اعتقد انه 90% من الشعب السعودي هلالي. واخيرا اصداء العالم، هذا البرنامج المتنوع الشامل اللي ياخذ الجانب يعني جانب جميل جدا من الترفيه، وايضا من الجانب الجدي بوجود مثلا محمد حماده وغيره من الخبراء الرياضيين. شو تقول عنه؟ والله برنامج قيادة مصطفى لاغا طبعا. بالله انا اقول لك انا الصراحه انه برنامج ناجح ومتابع من الجميع، واتمنى له التوفيق ان شاء الله والنجاح ان شاء الله. يا هلال يا نادي الذهب ويش سويت تسرق دعيع. يعني انا بالنسبه لي واحد من احب الناس لقلبي الحقيقه، وحارس كبير. خساره ريم، فعلا خساره كبيره، وخبر كثير حزني. بس احب اشكرك ابو عبد العزيز على الاطراء الجميل اكثر من رائع، والله يوفقك ويعطيك العافيه على كل شيء قدمته. بصراحه يعني انا بالنسبه لي وقراري الشخصي انه ما في منك، وان شاء الله البركه في الجايين ان شاء الله. كان ممكن يستمر يعني مع الهلال كمان. خلاص قسم بالله احس بشعور غريب، يعني انه خبر جدا قوي، يعني صدمه بالنسبه لي، صدمه. بس ان شاء الله ما يكون اكيد ابو عبد العزيز. أنا الحين أحس إني بصدمة، يعني إن شاء الله يكون قرار مو 100% إن شاء الله. هو نوعية الحراس اللي كان محمد دعية من الصعب أنها تتكرر دائما. حارس على مدى سنوات طويلة حافظ على مستوى ثابت وتألق بكل البطولات اللي شارك فيها. حطوا له مشاهد عم بيواجه بيركامب ونجوم هولندا بال94، وعلى مدار سنوات طويلة واجه أعتى المهاجمين بالسعودية وبآسيا وبالعالم. عميد اللاعبين في العالم، إنجازاته كثيرة وصفاتها أكثر. طبعا يعني ببساطة ممكن يا أبو عبد العزيز تمسك مرمى الهلال 5 سنوات، لأنه أنا في اعتقاد الحراس يقعدون له فوق ال40. طيب بنشوف 5 سنوات بس. طيب نسأل أبو عبد العزيز مرة ثانية، وبركي ممكن يكون معنا ضيف في أصداء العالم. والله نفسي اغني يعني. يلا 1 2 3 4 اكشن. لا مش اقول انا حلوه، بس الحمد لله يعني ما حد صادفني وقال انت وحشه وانت بشعه. هذه بعد ما يبي لها كلام، لا يكون تسجيل. خلاص يعني لازم اعمل شيء خلاص عشان لابسه لابسه ازرق. اي ليه؟ لاني هلاليه، لما اتابع المباراه خلاص بتحمس. يا الله يعني خلاص، لا مش لدرجه انه بكسر اللي حولي، لا. اكيد يعني. مين تعرفي من لعيبه الهلال؟ ياسر القحطاني يعجبني يعني كلاعب. محمد شلهوب، يعني انا احكي عن لعيبه السعوديين. اي نادي الهلال. دعيع ايش رايك فيه؟ هذا الدعيع عميد
اللاعبين في العالم. حلو. أنا عالمي ملك الدنيا وما فيها، لكن حياتي ملك لأهلي وحالي. أنا أحب لعيبة الهلال كلهم، أحب لعبهم، أحب اجتهادهم، أستمتع لما أشوف نادي الهلال مع فريق ثاني. مين تخافي من الأندية السعودية ينافس الهلال؟ ما في منافس. ما في منافس. ويتقدم الهلاليون ليكسبوا البطولة كالعادة. الهلال كالعادة هو البطولة. يعني شوف أنا لأنه أنا أحب نادي الهلال ف... شكلك متعصبة يا ريم. لا مش متعصبة، بالعكس يعني أنا مش إنه أكره أنا باقي الأندية، بالعكس يعني أنا مع الأندية لما يكون في بطولات خارجية. يعني كونهم يمثلون السعودية فأكيد يعني لما تعرف خلاص سعوديين خارج في بطولات خارجية، فلما يكون الهلال مع فريق نادي سعودي أعتقد الهلال يعني صراحة هو أفضل نادي. أفضل نادي. الحمد لله يعني حلمت بأشياء كثيرة وتحققت، وفي شيء بس لسه يعني ما وصلت له. شو هو؟ توفيق من رب العالمين يعني في المجال، يعني في أعمالي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا أطمح الأدوار، أطمح يعرف يعني الفنان ما له حدود يعني صعب إنه الفنان يوصل لدور معين ويقول لا خلاص هذا أفضل دور بالنسبة لي، خلاص توقف. جمهور العزيز تابعوا صدى الملاعب على قناة MBC، الأحلى والأجمل والأفضل والأكمل مع مصطفى الأفضل ريم عبد الله.